طبعا انا هضحك على نفسي دلوقتي لان اول ما بدات من حمام البنك. طب ليه ما كان في الشارع؟ ما علينا. المهم ان انا كنت النهارده يا جماعه في اليوم ده رحت قبضت بقى القبض الشهري بتاعي، وبعدين خرجت علشان المفروض ان انا بجهز لاهم يوم في حياتي. قررت ان انا اخد خطوه، وان شاء الله في الفيديو ده هلخص لكم كل حاجه وهتلاقوني خبط وش لزق كده داخله في الموضوع. بصوا بقى، واحنا ماشيين في الشارع على اساس ان انا اجهز بقى واشتري والف وادور، والله اتبهدلت، والله اتبهدلت. وقفنا كده عند عربيه تين عشان بنت مليكه كانت عايزه تاكل تين، جبت لها 4. الواحدة كانت ب1.5 جنيه، وصغنططة قد كده. اللي أكبر منها كانت ب2.5 جنيه. عشان الناس اللي بتتكلم في التين ان هو غالي، هو فعلا غالي يا جماعة. كان زمان بقى ايه الواحد بياكل بالواحدة كده ب4 جنيه ولا ب0.5 جنيه، مكانتش غالية كده. المهم ان احنا اتمشينا شوية وبعدين جوعنا بقى، وبصراحة احنا لفينا كتير، ده انا لخصت عليكم خطوات بسيطة. فمليكة قعدت تفكر احنا هناكل ولا هنعمل ايه يا ماما. احنا من ساعة تقريبا كده احنا دخلنا البنك الساعة تقريبا 2:30، خرجنا منه الساعة 4:30 5 في الحدود دي. فانا خرجت بقى، قعدت الف من وقتها لحد تقريبا الساعه 6 او 6:30. مليكه بنتي كانت هتفرفر مني. فالمهم احنا دخلنا عند المحل ده، اسمه الشيال الرياضي. انا هنا رايحه ليه بقى؟ علشان انا قررت ان انا اروح الجيم يا جماعه. ف ايه بقى، محتاجين شويه حاجات. طبعا انا رحت الجيم المناسب ليا اللي انا مرتاحه له، وقدمت ودفعت الاشتراك وشفت بقى الطلبات ورحت عشان ادور واجيب وكده. قعدت الف حوالين نفسي، بس في النهايه هصور لكم الحاجات اللي انا اشتريتها. اهم حاجه يا جماعه انا دخلت في الموضوع بس نسيت اقول لكم، حطوا له لايك واشتركوا وفعلوا الجرس على الكل لو انت اول مره تشوفوا قناتي، وفعلوا على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد. حطوا له لايكات كتير وشجعوني بقى في الخطوه اللي انا بعملها دي. انا عارفه ان هي خطوه مفيده جدا ليا ولاي حد على فكره يفكر ان هو يبداها. انا واثقه ان هي هتفيده، مع انها هتكون متعبه ومجهده يعني لينا او علينا شويه، بس مش مشكله. المهم ان انا هقول لكم ليه برضو انا فكرت في كده، وده حاجه انا كان نفسي فيها. هنا بقى انا كنت دخلت في مطعم اسمه باب الحاره عندنا في دمياط، لان طبعا انا كان لسه ورايا كمان مشاوير. يعني انا في الشارع من الساعه 2 تقريبا من بعد صلاه الظهر زي ما بقول لكم، فلسه مستمرين. وفي الوقت ده كانت تقريبا الساعه 7، يعني انا المغرب اذن عليا وانا نازله من المطعم. المهم ان انا كنت خلاص فرفرت، وبنتي برضو يعني كتر خيرها كانت ايه بقى ماشيه معايا، يعني مصبراها بالتين، لا حاجه حلوه، لا ايس كريم، لا ان يجيب شيبسي، لا مش عارفه ايه طول الطريق، وانا بجيب لها حاجات زي كده ذره وكلام من ده يعني. بس طبعا هي نفسها تاكل، فدخلتها بقى وطلبت بيتزا. جبت لها بيتزا سمول سوسيس، وانا طلبت قطعتين فراخ مع كمان بطاطس وتومية وعيش، يعني حاجتين كده على قدنا. وعلى فكرة البيتزا انا اكلت منها اكتر من الفراخ يعني مش عارفة انا طلبت فراخ ليه اصلا، بس البيتزا فعلا كانت تحفة حرفيا. انا ما كنتش اتوقع ان هي تكون جميلة قوي كده، سخنة بقى يا جماعة، وكان طعمها فعلا لذيذ ما شاء الله. في واحدة بقى راحة جيم تضرب بالأكل ده يعني أنا أتوقع الناس اللي بتروح الجيم بتبقى إيه بقى في الأكل بتاعها، نظام وحاجات كده. بس أنا قلت يا بت يعني إيه، فرحي نفسك يمكن تتحرمي منه ولا حاجة، وبعد كده يقولك المقلي غلط، البيتزا مش عارفة إيه، ويعني يحرموني من بعض الحاجات لا قدر الله ولا حاجة. فإن شاء الله خير. فأنا قلت بقى أدلع نفسي كده وما احرمش نفسي من حاجة، ولأن طبعا أنا كنت قابضة فمرضتش إن أنا إيه يعني إيه أبخل عليها بحاجة. هي طبعا كانت خلاص هتفرفر، يعني مش هسيبها اكتر من كده. فطلبت لها البيتزا اللي هي عايزاها، وانا زي ما انتم شايفين كده. المهم ان احنا هناكل دلوقتي وبعدين هننطلق نروح نكمل مشاورنا. وهتلاقوني دخلت في كذا مول. انا والله لفيت دمياط يعني شرقها لغربها علشان الاقي هدوم تليق عليا او اللي انا عايزاه عامه. يعني انا كنت لقيت كذا حاجه، بس كل ما اقيس حاجه احس ان هي ايه محرراني كده وقمشتها صعبه، وانا اساسا زهقانه من نفسي. فكنت لفيت شويه حلوين لحد ما لقيت محل كده في مول الصياد ما شاء الله، يعني اسعاره في الوسط، مش هقول لكم ولا العالي ولا الواطي، في الوسط، وكمان حاجته حلوه. وهقول لكم كل حاجه دلوقتي واعرفكم انا جبت ايه. المهم ان انا في نفس الفيديو هحضر معاكم كمان الشنطه وحاجتي وانا رايحه بقى ايه جيم. يعني انا تصوير الفيديو ده خد مني يوم وانا بتمشور كده في المحلات زي ما انتم شايفين. انا هنا في مول الصياد، واليوم التاني وانا رايحه بقى
يعني وهكمل لكم بقى باقي روتين ان شاء الله بعد ما رجعت من الجيم باذن الله في الفيديو اللي بعده باذن واحد احد. وطبعا التغيير اللي احنا بنعمله في السلم ما كبرتش دماغي منه ولا حاجه، بس كل الحكايه ان انا قبل ما اجيب الدهان والحاجات دي انا كنت خلاص يعني رحت الجيم ودفعت الاشتراك وكان ليا ميعاد، وميعادي كان المفروض اللي هو امبارح. فانا لحقت نفسي بقى في اليوم ده ورحت جبت الحاجه اللي ناقصاني، لان انا كنت طالبه حاجه اونلاين بس صراحه حسيت ان هي مش زي اللي في الصوره. يعني لما طلبت صورها على الطبيعه اتخضيت، فوقفت الاوردر وحمدت ربنا ان انا شفتها على الطبيعه. وبعدين بقى قلت لنفسي انزل المحلات كده واشوف واتمرمط عادي، وصراحه اتمرمطت. هنا بقى في مول الصياد كنت دخلت بقى علشان اصلي. انا عايزه اقول لكم ان انا في اليوم ده دخلت 3 مساجد في الشوارع، مسجد عند عمر افندي، ومسجد في مول الصياد، ومسجد في الشرباصي، لان انا ما شاء الله خدتها من شرقها لغربها. انا بقى دخلت صليت وبنت ملكه كنت معاها جنبي كده، وبعد ما خلصت صلاه رحت بقى خدت نفسي ومشيت. احلى حاجه في المساجد ان انت بتلاقي ازدالات بقى، لو انت حاسه ان انت لبسك مثلا مش مناسب للصلاه بتلاقي ازدالات، بتلاقي حاجات تلبسيها. بصراحه ربنا يبارك لهم الناس اللي عاملين الفكره دي. هنا بقى المشتريات بتاعتي انا كنت صورتها مش في نفس اليوم، عارفين ليه؟ لان انا في نفس اليوم كنت روحت الساعه 10:30 وكان الموبايل بتاعي فاصل حرفيا. تاني يوم بقى الصبح بعد ما قضيت يوم، لان كنت مفرهده بصراحه وما كنتش قادره اعمل حاجه. تاني يوم انا كنت صحيت الساعه 6:30 الصبح، غيرت هدومي، والمقطع ده انا بصوره تقريبا كان الساعه 7. المهم زي ما انتم شايفين دي الشنطه اللي انا اشتريتها، شنطه تنفع للجيم فيها جيبين، ويعني هي سعرها كان حلو صراحه، كان سعرها 100 جنيه، مش هقول لكم 150 ولا 100، لا 100 جنيه، كان عليها عرض 100 جنيه. هي قماشتها تقيله كده شويه، وحسيتها ان هي لقطه الصراحه، لان قماشتها حلوه وتتحمل وفي نفس الوقت شكلها حلو، يعني مش وحشه، شكلها جميل جدا. فعجبتني قوي، فروحت بقى خدتها وقلت الحمد لله ربنا ييسر لي في الشنطه عقبال الباقي مرمطني الصراحه. جبت ازازه ميه ليا بقى، ما اقولكوش، ما انا بقى فرحانه بالموضوع كاني رايحه مدرسه، قسما بالله انا بحضر للجيم ده وكاني عارفين العيله اللي رايحه مدرسه. انا بقى كنت فرحانه قوي وانا بجيب الحاجات دي جدا ومتحمسه جدا وحاجه كده، يعني انا نفسي ان انا اروح الجيم من زمان قوي. وخطوه كنت بكلمكم فيها بقالي فتره، لان انا وزني زايد، ويمكن بعضكم كان بيقول لي انت يا امل حامل ولا ايه، انت اتخنتي، انت خسيتي، انت مش عارفه ايه. شايفين دراعي ده، دراعي ده يا ربي بجد والله العظيم انا اوقات كتير بقف قدام المرايه وببقى زعلانه قوي على نفسي، لان انا قبل ما الخلفه وكده بامانه كان عودي ما شاء الله، كنت البس اي حاجه واسع بقى مظبوط، ايا كان الحاجه اللي بلبسها كانت الحاجه تبقى عليها ما شاء الله تبارك الله. دلوقتي بقيت مش عارفه البس ولا واسع ولا اي حاجه، يعني انا بقيت حاسه ان انا عاجزه، يعني حسيت ان انا لا انا محتاجه اخد خطوه. ومع انه والله تعبانه ومفرهده اليومين دول، بس قررت ان انا اخد الخطوه دي، وقلت يمكن لعل وعسى تفيدني في تعبي، في ان انا ظهري بيوجعني وان انا جسديا هلكانه وكده. وبقول لنفسي يمكن عشان انا وزني زايد فبهبط بسرعه فبتعب بسرعه، فانا قلت اخد الخطوه دي اكيد. وهما بقى هيمشوني على نظام اكل معين، وان شاء الله هعرفكم عليه. المهم بقى انا جبت برضو شاليمو، بنتي ملكه كانت شبطت فيه، وجبت الاكياس دي اللي بتتغطى بيها الاكل، الاطباق والحاجات دي اللي نحطها في التلاجة. بصوا وانا بجيب الحاجات ليا لقيت طبعا كذا حاجه كده محتاجاهم فجبتهم بالمره، فانا بعرفكم عليها. جبت الطبق الازاز ده ب 15 جنيه، والازازه اللي انا كنت جايباها كانت ب 25 جنيه على فكره مش غاليه. والشاليمو كنت جايبه الكيس ده على بعضه ب 30 جنيه، فاسعارهم الحمد لله كانت يعني في الوسط يعني. هنا بقى جبت بقى من عند العطار الحاجات اللي انا كان نفسي فيها. انا جبت هنا قهوه سريعه الذوبان، لان كان في حد قال لي لو انت ما بتحبيش القهوه ممكن تعمليها ايس كوفي، حاجه كده يعني ساقعه كده وبالتلج ومش عارفه ايه، وبيبقى طعمها حقيقي حلوه وباللبن والكلام ده. وجبت شوفان، الشوفان ده مفيد جدا للاطفال، وانا قلت يعني يمكن احبه. وده بذور الكتان برضو بسمع ان هو مفيد جدا للاطفال وللكبار ولكل الناس، فانا بصراحه كنت حابه ان انا اجيبهم من زمان قوي فجبتهم. جبت برضو، بصوا بقى هما طالبين مني كوتش، انا بقى رحت جبت لهم السليبر ده وحسيته مريح اكتر. الراجل وانا بجيبه منه بقول له طب دلوقتي هما طالبين مني في الجيم كوتش وانا مش طالبه معايا كوتشات، انا عايزه ده. راح قال لي يا ست البسي اللي يريحك ومالكيش دعوه بالناس. المهم ان انا جبته وحطيتهم في الامر الواقع ودخلت الجيم، وعايزه اقول لكم ان يعني كل الناس كانت بتبص لي عادي، يعني ما كانش حاجه غريبه قوي، بس انا في نص المشوار قلعته وبقيت بتنطط بالشراب.
يعني بس يعني. وجبت شراب جديد بقى لان انا صراحه ايه بالشرابات البيضاء عندي بيجي لها وقت كده بحس ان انا مش طايقاهم. هنا بقى زي ما انتم شايفين ده تيشيرت، ده تيشيرت بقى اديداس الاصلي. عايزه اقول لكم ان سعره 280 جنيه. ده سعره 280 جنيه. في الاغلى من كده على فكره احسن تصدموا ولا حاجه، في حاجات اغلى من كده بس ده مستورد عامه وسعره كويس. المهم ان هو المقاسات الكبيره اللي اكتر من 2 اكس او 3 اكس بيبقى سعرها اعلى من كده. اللي هو الاكس لارج بيبقى سعره 280. المهم زي ما انتم شايفين بصوا هو وشه وظهر كده ومشطه ناعمه وحاجه كده في اللذاذه يعني. بصي مهما كان الجو حر هيطر عليكي، اللي هو يعني ما تخافيش انا معاكي. فقماشته جميله جدا جدا جدا، ودي الحاجه اللي انا كنت بدور عليها لان انا كنت شفت ماتيريال كده شبه اللي انا ماسكاها على النت بس لقيتها مختلفه. لما شفتها على الطبيعه حسيتها خشنه كده، حسيتها تقيله يعني مش طريه. وجبت البنطلون ده سعره 190. ده بقى ايه انا كنت يعني كان نفسي ان انا اجيبه من زمان. ليجن يعني ايه بيتلبس كده شكله زي ما يكون ايه فيه رسومات زي ما انتم شايفين، في اشكال منه كتير بس ده الشكل اللي لقيته اكتر حاجه يعني ريحني وحبيته، وحسيت ان انا طقمت مع تيشيرت وكده. فجبت ده لونه رمادي في مش عارفه ابيض في تشكيله كده من الالوان، وقماشته برضو جميله جدا واحلى حاجه ان هي طريه ويعني جميله الصراحه، مصري مش مستورد. العنوان بقى بتاع المحل اهو، مول الصياد الدور التاني، الاسم زي ما انتم شايفين. خدوا بقى سكرين وشقلبوا الصوره عشان هتلاقيها ايه من اليمين من للشمال عندك يعني معكوسه يعني، فعادي يعني شقلبيها. المهم دي الحاجات اللي انا جبتها ولفيت وطلع عيني عشانها. وعايزه اقول لكم ان في حاجات في السوق يعني موجوده بس مش مقاسي، ده اول حاجه. تاني حاجه بتحررني وملزقه عليا كده وحاجه تخنق، فما كنتش مرتاحه فيهم خالص خالص. وانا مش عايزه اتعذب، انا عايزه اروح اعمل حاجه انا بحبها وفي حاجه لابساها مريحه تساعدني ان انا استمر حتى لو كان الموضوع تقيل عليا. المهم ان انا بدات ان انا اجهز الشنطه كده. انا زي ما بقول لكم ان انا كنت صاحيه بدري الساعه 6:30 في اليوم ده، وكنت بدات اصور معاكم المقطع تقريبا كانت الساعه 7 لحد بقى ما حضرت نفسي ولبست يعني وجهزت لبست هدوم وكده. بعد ما لبست رحت صحيت مليكه ولبستها وسرحت لها شعرها، وهنا كنت بحضر الشنطه وانا بصور لكم بقى. وعما خلصت بقى كل حاجه وجهزت بقى ايه ازازه الميه، انا طبعا كنت لسه ما مليتش ميه ولا اي حاجه، وفطرت كده فطار سريع هتشوفوه معايا. كان الوقت اتاخر يعني اللي هو انا كنت ماشيه بجري انا هلحق امتى وكده هتاخر، واول يوم ليا ويعني انا اساسا كان المفروض يوم يبدا من امبارح بس انا اجلته. اتصلت بيها وقلت لها معلش انا مش عارفه ان انا اجيلك النهارده عشان يعني مشغوله، ما قلت لهاش اسباب. انا قلت لها مش هعرف اجيلك النهارده ممكن اجلها لبكره. قالت لي طيب بكره هيكون الساعه 9 الصبح. فانا اتصدمت. فانا اليوم اللي كان قبله كانت هتبقى الساعه لا 12 لا 2 حاجه من الاثنين يعني اختار ميعاد منهم لا 12 لا 2. فانا بقى ايه قلت لها مش هينفع النهارده، فقالت لي خلاص الساعه 9 الصبح. فقلت لها تمام انا كده كده نفسي والله ان انا اصحى بدري وما لقيتش لاقي حاجه يعني تشجعني، خلاص انا كده كده عايزه اصحى بدري. وما صدقت الصراحه ان انا الاقي حاجه تشجعني ان انا اصحى بدري ويبقى يومي كده منظم، ولاقي حاجه تحفزني كده وتشجعني وان يومي كده يبقى فيه حاجه متغيره. يعني بصراحه موضوع الجيم ده بالنسبه لي مش بس ان انا اروح اخس، لا عارفين اللي هو حاجه تغيير، حاجه كده يعني بتديها اهتمام، حاجه كده زي ما كنا يعني ايه عارفين العيله بتروح تلعب انا يعني انا فرحانه بيها يعني عارفه ان هي متعبه. يعني اول يوم بالنسبه لي صراحه كان متعب شويه، لكن هي بامانه حاجه حلوه بالنسبه لي. انا بحب قوي ان انا اروح واعمل حاجه جديده، بالنسبه لي في متعه كده لما تجربي حاجه جديده عليكي بيبقى في متعه كده وحاجه حلوه فبتفرحي يعني، مع ان ممكن يكون في مجهود شاق عليكي بس بتفرحي بيها. المهم ان انا بعد ما حضرت الشنطه بتاعتي خرجت بقى علشان افطر وعلشان كمان املى الازازه بتاعتي، غسلتها وجبت بقى ازازه ميه سقعانه مشبره كده من ثلاجه وبدات ان انا املاها. وعلى فكره هم محذرين عليا ان انا ما اجيبش ازازه ميه متلجه، لان طبعا في ناس بتروح جايبه ازازه ميه تلج كده معاها وبتقعد تشرب منها وهي بتتمرن، وده غلط جدا لان ده ممكن يموتك حرفيا. ده اللي انا اعرفه يعني اللي فهمته. فازازه الميه تكون يعني حاجه كده حلوه يعني، ولا سقعانه قوي ولا بارده قوي، حاجه مشبره كده بقالها من امبارح بالليل في التلاجة من تحت، فهي كده بالنسبه لي حلوه قوي. المهم ان انا هاخدها معايا بقى ورحت قلت افطر. فجوزي كان جايب لنا رز بلبن امبارح بالليل لان انا قلت له ان انا مش هقدر اكل، فقال لي خلاص هجيب لك رز بلبن. في واحده هتروح تتمرن جيم وتاكل رز بلبن، بس انا ما اكلتش كتير والله لان انا كنت مستعجله. عارفين لو كنت فاضيه كنت ضربت الطبق ده كله عادي. المهم ان انا اكلت كام معلقه كده وكنت هشنق لان انا وقت متاخر
متاخر وعايزه انجز، بس في نفس الوقت ما ينفعش اروح من غير ما افطر، لان اخاف يا اختي اخاف اهبط ولا حاجه ولا يحصل لي حاجه. بسمع ان في ناس بتروح من غير ما تفطر بيحصل لهم حاجات كتير، بيغمى عليهم وبيتعبوا الكلام ده، وانا مش ناقصه ده اول يوم. فالمهم رحت فطرت، وكمان علشان اخد الدواء الفيتامين بتاعي فيتامين د، المفروض ان احنا بناخده الصبح علشان يفوقنا كده ونصحصح، او بمعنى اصح هو ده ميعاده المفضل. ويفضل كمان ان انت تاخديه مع كوبايه لبن مثلا، يعني علشان هو طبعا مش عارفه بيعمل ايه كده في الكالسيوم بتاع الجسم وحاجات كبيره كده. ما علينا، احنا خدناه وامرنا على الله وخلاص. بقى كده هروح بقى ايه نشرب بق ميه، علشان الصراحه انا كان نفسي اشرب ميه، انا ببلبع طول اليوم ميه رايحه جايه، ما بشربش غير ميه والله العظيم. بصراحه الحر ده يخليكي ايه عايزه تقعدي جوه التلاجة. المهم ان احنا ايه هناخد بعض الحاجات برضو المليكه، هاخد لها كمان طبق الرز بلبن بتاعها والايس كريم، وهجيب لها حاجات حلوه وانا ماشيه وشويه حاجات كده ليها، علشان انا هقعدها في حضانه قصاد الجيم على طول، يعني بيستضيفوا العيال الصغيره اللي بتيجي مع امهاتهم، وطبعا ما فيش مكان ليهم وممنوع يدخلوا الجيم، فبيقعدوا في الحضانه دي الساعه ب10 جنيه، والحسابه بتحسب. يا نهار اسود، بصراحه انا اتصدمت خدت صدمه عمري. يعني انا مشوار مليكه معايا ده يعني كلفني جامد بامانه. انا دفعت 50 وانا واقفه. المهم مش 50 اللي هو يعني بالحاجات الحلوه اللي شقطتها من جوه برضو، غير الحاجات اللي انا كنت جايبها لها. ما علينا. المهم ان انا في الوقت ده كنت متاخره، وكنت اتاخرت خالص، كان فاضل نص ساعه على ميعادي، ومش عارفه ازاي هوصل في ميعادي. وصراحه كنت ماشيه بجري، وهركب توك توك دلوقتي، ومش عارف ان انا اصور لكم اكتر من كده. انتظروا الفيديو الجاي باذن الله، وزي ما قلت لكم انا مش ناسيه السلم هنكمله مع بعض. حطوا له لايكات كتير.